هاي يا حلوين، تعالوا نعمل DIY جيفت للفالنتاين. هنجيب قطعة من ورق الستيكر او ورق الزبدة اللي هتلاقوه متوفر عندكم ممكن تستخدموه، وهنجيب مسدس الشمع ونبدأ اننا نحط الشمع بشكل مستطيل جواه، وبعدين نمسك الورقة ونطبقها على بعضها بحيث ان هي تكون متغطية من فوق ومن تحت، ونحطها ونحط فوقيها الكتب. وبعد دقيقة كده هنفتحها ونطلع شريط الشمع اللي جواها ونعمل واحد كمان زيه، وبعدين هنجيب المقص ونبدأ نقص الجوانب بتاعتها علشان تكون متساوية اكتر. بعدين هنمسكه ونلفه على صباعنا عشان ناخد مقاسه وهنقص الزيادة. ودلوقتي محتاجين اننا نلزق اطرافه في بعض، فهنحط نقطة صغيرة من الشمع ونلزق بيها الطرفين، وكده بقى خاتم جاهز معانا من السيليكون نقدر نلبسه ونقلعه بكل سهولة. وهنعمل نفس الخطوات في الشريط التاني لحد ما يبقى خاتم. في الخطوة اللي بعد كده هنجيب مونيكير اسود وهنبدأ نغطي الخاتم بالمونيكير كله، والخاتم التاني هنغطيه برضو بس بمونيكير ابيض. وما تنسوش انكم تلونوا الجوانب بشكل مظبوط جدا عشان ما يبانش السيليكون. وكده بعد ما لوناه كله هنبدأ نثبته على صباعنا في وضع يريحنا، وهنجيب قلم اسود ونبدأ اننا نرسم مثلث صغير كده ونكمله من فوق بقلب علشان يبقى قلب صغير بس مفرغ من جوه. بعدين هنجيب الخاتم الاسود وهنبدأ نرسم عليه برضو قلب صغير بس بقلم ابيض او كوريكتور، ممكن تستخدموا جيل ابيض او دوكو، اي قلم ابيض متوفر عندكم استخدموه. وعشان الكوريكتور سنه تخين فابتديت اني احدد القلب من جوه ومن بره بالقلم الاسود. وهنا نيجي للخطوة اللي بعدها وهي التوب كوت، وهنعملها بالمونيكير الشفاف وهنبدأ بقى نغطيه كله. بس هنا اكتشفت الكارثة ان القلم الاسود ابتدى يطفح الحبر بتاعه على الابيض، فانا ورا الكاميرا غطيت القلبين دول خالص وحطيت نقطة من كل مونيكير فيهم وعملته بالدبوس، قعدت ارسم قلب ابيض تاني وقلب اسود بس بمونيكير ودبوس. وده بقى شكلهم النهائي، وانتوا بتعملوه راعوا المقاسات برضو زي ما انتوا شايفين. انا عاملة الاسود تخين والابيض رفيع اهو مش داخل في صباعي للاخر. كده بقى معانا هاند ميد جيفت شكلها كيوت جدا، تقدروا تقدموها لاصحابكم ولحبايبكم. وما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا باي.